اهلا بيكم في قناتنا فراولة في المطبخ. النهاردة هنقدم نوع من انواع الكنافة انا شخصيا بعشقه. هنعمل ألذ وافخم كنافة بالمكسرات زي كنافة المحلات بالظبط، حقيقي خفيفة وهش وبتدوب في البق كده. يلا بسرعة نشوف هنعملها ازاي. بس اذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة انزلوا اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل اشعاراتنا بوصفاتنا الجديدة. تعالوا نشوف. هنا عندنا نص كيلو من الكنافة، بس لازم تكون طازة، لازم تكون طازة، مش بندخلها الفريزر. النوع ده لازم تبقى طازة وشعيرات طويلة. عندنا مكسرات، انا عاملة جوز هند وفول سوداني ومعلقة كبيرة من القرفة، احنا بنحبها جدا بالقرفة، بتفرق جدا في التست وفي الطعم. عندنا كمان زبدة سايحة. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. بناخد قطعة شعيراتها تكون طويلة شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان ما تكونش سميكة قوي، احنا محتاجينها خفيفة وهش. بنلفها على صوابعنا بالشكل ده بالظبط. انا متعودة الفها فبالنسبة لي سهلة، لكن لو بالنسبة لك صعبة انت ممكن تستخدمي شوية مية، يعني ممكن تبلي ايدك مية وتبتدي تلفيها على صوابعك علشان تتماسك وما تفرولش منك. في صينية بدهنها وبحط واحدة واحدة جنب بعض. انا بحب جدا التسوية في الألمونيوم. تعالوا نجيب تاني قطعة تاني ونركز بنعملها ازاي. بنحاول نبرمها، شايفين؟ بشويش بنبرم فيها وفي نفس الوقت بنلفها بالشكل ده. طبعا لو بليتي ايدك مية هتبقى الدنيا سهلة عن كده. انا علشان متعودة ومش بتفرق معايا تبقى هايشة، بل بالعكس انا بحب الطعم ده، فبعملها بالشكل ده على طول من غير مية. بخلص الكمية واحدة جنب واحدة، واحدة كمان نعملها سريعا. برضو بناخد قطعة ولازم تبقى طازة يا جماعة. النوع ده من الكنافة مش بس بنكتفي انه الكنافة ما تبقاش طالعة من الفريزر، لكن هي لازم تبقى طازة، يعني لازم تكون طالعة طازة من عند الراجل بتاع الكنافة علشان نعرف نلفها بسهولة وتتبرم معانا بسهولة. دي اخر واحدة، وبعدين انا كده خلصت كل الكمية. انا بضغط في النص بعمل زي تجويف علشان اقدر احط بعد كده المكسرات تبقى بسهولة جدا. انا عملتها كده، خلصت كل الكمية. بنزل بقى بالسمن او بالزبدة، بديها شوية كويسة كده علشان ما تنشفش وتاخد معانا اللون الذهبي الجميل اللي بيطلع معانا بعد الفرن. كده انا شربتها كل كمية الزبدة، مش كل الكمية اللي معانا، لكن على حسب ما هي محتاجة، بس لازم تتشرب كويس جدا. بحط بقى المكسرات بتاعتي واحاول ان انا ما اخرجهاش بره الدوائر بتاعتي علشان ما تتحرقش في الصينية. فانا براعي جدا جدا ان هي ما تطلعش بره الدوائر بتاعتي. بحاول يعني اضغط كمان عليها لجوه ان هي ما تطلعش بره الدوائر اللي انا عاملاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بقى كده خلصت. ما قلكوش على جمالها قبل التسوية وبعد التسوية، شكلها جميل وبعد التسوية كمان لذيذ. هنا بقى خلصت وداخلة بقى بيها في الفرن. هندخلها على رف اوسط على درجة حرارة 200. درجة حرارة 200 لغاية ما يبقى لونها ذهبي جميل. هنا بقى في وعاء بحط كوباية كاملة او مج كامل من السكر، عليه مج الا ربع من المية، وكمان شريحتين من الليمون، وبرفعها على النار. انا هنا حطيت كمية المية اقل شوية من السكر علشان يبقى تقيل بارد. معروف انه الشربات بتاع الكنافة تقيل بارد.
بعد ما بيغلي بطفي وبعدين بحط الفانيليا. ما ينفعش احط الفانيليا اثناء الغليان لانها بتعمل مرارة. خلاص كده انا دوبت الفانيليا والشربات معايا جاهز. بتطلع من الفرن باللون الجامد ده، لونها بجد جامد، لون جميل. بنزل عليها وهي سخنة قوي بالشربات اللي عملناه وبارد. ما اقولكوش على ريحتها عاملة ازاي، ريحتها جامدة. الزبدة فيها ريحتها جميلة، الفانيليا في الشربات عاملة ريحة جامدة. لا ريحتها جميلة وخفيفة وهش. ما اقولكوش على جمالها عامل ازاي. من ألذ وأفخم بجد أنواع الكنافة اللي بعملها، وأولادي بيحبوها جدا لأنها خفيفة وهش. وعلى فكرة بينفع كمان إن احنا نحشيها نوتيلا أو أي نوع من المكسرات اللي انتوا حابينها، وممكن كريم شانتيه عليه مكسرات. خلصت الوصفة النهاردة، وإذا كانت عجبتكم انزلوا اكتبوا لنا آرائكم في الكومنتات، دي حاجة بتبسطنا. وشكرا لمتابعتكم.